ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومجتهدين وبتذاكروا. في الفيديو ده هقولك على الادوات اللي انت ممكن تحتاجها لو انت طالب جامعه او طالب مدرسه، حاجات هتساعدنا على الدراسه وفي نفس الوقت تخلي نفسيتنا احسن من ناحيه المذاكره. وفي حاجات خاصه بطلبه الجامعات هتحتاجوها جدا لو انتوا رايحين الكليه. ثالثه ثانوي مش يحتاجوها قوي لان هم بيقعدوا في البيت اكتر ما بينزلوا. خلينا نبدا بالشنطه. لو انت طالب بتروح الكليه او انت بتنزل دروس فهتحتاج شنطه ظهر باك اللي هي زي دي، وانا بشوف ان دي افضل نوع اساسا ان انت تاخده. يعني في حاجه اسمها التوت باج معايا برده بس ما استخدمتهاش كتير، اللي هي الصغيره دي ما استخدمتهاش كتير بصراحه. الافضل ان انت تاخد شنطه باج زي دي بس تستخدمها من نوع خفيف. اقصد بالشنطه الخفيفه ان هي تبقى من خامه زي دي. بصوا يعني هي طبقه رفيعه وفي نفس الوقت متبطنه من جوه مش بتتقطع. في شنط تانية اللي هي زي شنط البولو مثلا، دي بتبقى تقيله جدا وغاليه وملهاش اي لازمه بصراحه. انما انت كطالب جامعي محتاج شنطه خفيفه تكون قويه تستحمل معاك ان انت بتنزل كل يوم. حاول تلاقيها ووتر بروف زي دي. الشنطه بتاعتي دي ووتر بروف وسودا، فبتحافظ عليها ان انت تعرف تنضفها باقل طريق ممكن، مش هتضطر تغسلها كل شهر. الشنط الفاتحه حرفيا اسبوعين وهتلاقيها اتوسخت معاك ولازم تغسلها. ما عندناش وقت احنا بصراحه. طيب احنا هناخد ايه بقى في الشنطه؟ مبدئيا في حاجه اغلبكم هيستغرب منها اللي هي اللانش بوكس. اللانش بوكس دي بتاعت السنه دي جديده، مساحتها كويسه ومتقسمه. انا في الحقيقه بيربل بس انا مش عارفه ليه طالعه هنا ان هي بينك شويه اهي. صراحه وانت قاعد يوم طويل بره وبتاكل من اكل ايا كان هو ايه، ده مش احسن حاجه لاختيار ليك ولا لصحتك ولا لادائك الدراسي. لو عملت لنفسك لانش بوكس صحي قبل ما تنزل، انت مش صغير تقدر ان انت تقوم تعمل كده لنفسك الصبح. لو عملت كده هتحافظ على اداء جسمك وعلى تركيزك وعلى صحتك، مش هتخرج من السنه خاسس زي كده. فانا اتعلمت من غلطتي السنه اللي فاتت ان انا ما كنتش بعمل اكل وكنت بنزل اجيب اي حاجه من الشارع، ان انا السنه دي هعمل لنفسي لانش بوكس صحي يكون فيه كل العناصر اللي انا محتاجاها. وعلى ذكر سيره اللانش بوكس، انت كمان هتحتاج فلاسك بدل ما تشتري كل يوم ازازه وممكن تكون مقاطعه وممكن انت تبقى في مكان ما فيهوش ميه او الكلام ده. فالافضل ان انت تاخد الفلاسك بتاعتك معاك وتكون كمان مسقعه في الثلاجه قبل ما تنزل. هتحتاج كشاكيل سلك اللي هي 100 ورقه، انا جبت دول. اعتقد خلاص عرفت ان انا بحب اللون الموف. يعني الكشكول اللي هو الجامبو ممكن تحتاج منه واحد بس. يعني لو انت جبت جامبو اللي هو متقسم 5 مواد ده مش هتحتاج اكتر منه، لان غالبا انت بتجمعهم، ده بتخليه في البيت للمذاكره للتلخيص والكلام ده. وبتاخد معاك الكشكول اللي هو 100 ورقه بتاخده معاك المحاضرات عشان لو اي حاجه عايز تسجلها ورا الدكتور. ممكن برضو تجيب اللي هو ابو دبوس عادي. الكشكول ده معايا من وانا في ثالثه ثانوي ومش عايزه استخدمه لان شكله عاجبني قوي، ستايل يوناني كده في نفسه، فمش عايزه استخدمه بصراحه. كمان وانت رايح الكليه او انت رايح الدروس، الوايبس اللي هي المناديل المبلله بجد بتنقذ يا جماعه. بتبقى انت حران ومش طايق نفسك وبتشر عرق من كل حته، فبتطلع واحد منهم ريحته منعشه وبتمسح بيه كده بيجدد لك طاقتك حرفيا. ريحته حلوه قوي على فكره، مش غالي، الواحد تقريبا ب 5 جنيه فمش غالي. لو انت جبت منه 2 3 خليتهم في البيت مثلا، كل ما يخلص واحد تاخد واحد جديد، هينفعك وانت بره جدا. واكيد هتحتاج برضو مناديل عاديه، بس انا بتكلم على المناديل دي بجد بتنقذ في الحر جدا. بتكلم عن الاقلام، ايه الاقلام اللي بحتاجها وانا بذاكر، ودي بالفعل عن تجربه شخصيه، دي حاجات احتاجتها. اولا الهايلايتر مهم لان انت مش كل حاجه تذاكرها في الكتاب، خاصه اللي هم بتوع الجامعه، ففي حاجات بتحتاج ان انت تتعلم عليها بالهايلايتر. وكمان في حاجات ان انت مثلا الحاجه دي لا ملقلق فيها شويه او انت شايف ان هي مش افضل حاجه ان انت متذكرها قوي، فمثلا تعلم لون معين وليكن البينك ده مثلا تخليه لا ده دايما للحاجه اللي انا بنساها. فاعمل لنفسك كده دلاله ان الحاجه البينك مثلا دي اللي انا بنساها، الحاجه الصفراء دي انا خلاص فاكرها، الحاجه الخضراء عايزه اعيد عليها وهكذا. او ان انت تبدا تعلم عليهم ورا الدكتور الحاجات اللي هو قال ان هي مهمه وجايه في الامتحان. انا جبت قبل كده اللي هي الباستيل واللي هي النيون اللي هي بتلمع دي، دي اللي هي بتحسها مشعه شويه او فسفوريه اللي هي النيون. الباستيل اللي هي الوانها هاديه دي احسن للعين بكتير قوي، فاغلب الوقت كنت بستخدم دي. وعشان الباستيل دي قربت تخلص مني فجبت كمان المجموعه دي السنه دي. الست دي على فكره بتقعد كتير، مش دي تحديدا يعني اي واحده منهم، انا دي اول سنه اجربها بس جربت الروتو كتير قبل كده. فالست دي بتبقى عباره عن 4 مع بعض وبتعيش كتير جدا، يعني بتقعد معاك السنه كلها والوانها حلوه. الاقلام اكيد هتحتاج بنسل كيس او مقلمه تلم فيها حاجتك بدل ما تبقى تايهه في الشنطه، وللاسف كنت ساعات كتيره جدا بعمل كده واقعد ادور على الحاجه في الشنطه. دي بتاعتي بتاعت السنه اللي فاتت غسلتها برضه عشان ابقى اروح بيها، ودي جبتها السنه دي عشان لونها موف. مش عارفه الالوان ضايعه خالص في التصوير بجد، بس اعتقد ان انتوا برضه عرفتوا ان انا بحب الموف وعامله ماتشي ما بين المقلمه واللانش بوكس. وهجيب كمان الفلاسك هتبقى موف. تعالوا نفتح بقى دي. اولا هتحتاج فواصل اللي هي الفواصل دي. الفواصل دي هتحتاجها ان انت هتتعلم على حاجه عايز تسال عليها الدكتور، بدل ما تقف قدامه وتفتكر رقم الصفحه وتقعد تدور عليها، وبدل ما تتني الكتاب هتحتاجها ان انت تعلم بيها على الحاجات اللي انت عايز تسال عليها، وفي نفس الوقت الحاجات اللي انت عايز تفتكرها. وانا في ثانويه عامه كنت بروح على الحاجات اللي هي شبه بعض اجمعها بالفواصل دي. بمعنى
لو انا في حته بتتكلم مثلا عن الكحولات وجيت قدام شويه في برضو عن الكحولات، فباجي او عامله مثلا نفس اللون، وليكن نختار مثلا البينك ده، اقوم معلمه هنا وعلى الصفحه الثانيه، فكل لما اجي اذاكرهم ارجع للالوان اذاكرهم مع بعض. الحركه دي ذكيه جدا بجد، بتخليك تجمع الحاجات اللي شبه بعض او المترابطه في المنهج ببعض. الاقلام طبعا هتحتاجها كتير. تعالوا نبدا بالرصاص عشان ما بحبش ابوظ الكتاب اللي انا بذاكر فيه، عشان لو هديه لحد او هحتاجه في المستقبل. فانا كنت دايما بكتب القلم السنون والرصاص في الكتاب، في الكشاكيل براحتي بقى لان الكشكول كده كده بيترمي، ممكن تكتب بالجاف عادي. القلم من السنون والسنون بتاعته، الاستيكه دي عايشه معايا بقى لها 3 سنين من وانا في ثانويه عامه عادي جدا، طالما حافظت عليها خلاص. اللي هي بتبقى مش عارفه اسمها بالظبط، بس هي كانت فيبر كاسل، مش عارفه فيبر كاسل مقاطعه ولا لا، عشان لو مقاطعه اشتري حاجه غيرها. هي كانت فيبر كاسل بس مش فاكره اسم الاستيكه ايه، بس هي استيكه سودا يعني. جبت اقلام كمان فاين لاينر اللي هم الثلاثه، احمر واسود وازرق، الروتو فاين لاينر 4/10. الاقلام دي خطها حلو جدا، فبتحسن الخط جدا، خاصه لو انت بتكتب انجلش زيي، فهتحتاج ان انت تحسن خطك، لان احنا طبعا مش واخدين على كتابه الانجليش يعني من السنين اللي فاتت. جبت برضو اقلام جل من دي اللي هي بريمه اخضر، جبت منه واحد بس لان انا ما بستخدموش كتير، وازرق، بس الازرق جبت منه علبه. وجبت اقلام روتو اللي هي الاحمر والاسود والازرق، ده روتو بلاك، قلتولي عليه في الفيديو اللي فات ان هو حلو، اللي هو الفيديو بتاع ادوات ثانويه عامه اللي خدتها معاك في اللجنه بتاع الدفعه اللي فاتت. الفيديو ده حلو جدا، واي حد في ثانويه عامه يروح يسمعه، هحط لكم اللينك بتاعه. بجد حاجات هتحتاجها جدا في ثانويه عامه. جبت علبه احمر وعلبه اسود وعلبه ازرق. دي مش غاليه، كنت جايباها دي ب10 جنيه ودي ب15 جنيه. تعالوا اقول لكم برضو على حاجه مهمه، السماعه دي هتحتاجها جدا وانت بتسمع المحاضرات، بمعنى ان انت هتقعد مثلا وقت طويل في الجامعه بتنتظر محاضره مثلا، او وقت في المواصلات، فلو انت معاك سماعه هتستغلها في ان انت تسمع حاجه تفيدك. بمعنى ممكن تسمع بودكاست، ممكن تسمع محاضره قديمه عندك اساسا بتذاكرها، ممكن تراجع على حاجه قديمه انت خدتها، فالسماعه هتنفعك جدا ان انت تستثمر وقت المواصلات بدل ما تقعد تكلم في نفسك. وعلى ذكر سيره المواصلات، ممكن كمان انت تجيب خاتم التسبيح ده، بجد هيفيدك جدا، تفضل تسبح وتستغفر طول الوقت يعني، هيفيدك قوي ما بين المحاضرات في المواصلات الكلام ده. وبرده لونه بيربل، انا اعتقد ان كل حاجتي بقت كده خلاص. فكره السماعه دي اتاكد ان انت بتجيبها من مكان موثوق، لان انا دي اللي هي سودو 1004 بصراحه اول ما جبتها كانت حلوه جدا، بس دلوقتي صوتها قل جدا، فمش عارفه ده سوء استخدام ولا هي بالفعل مش كويسه. المصليه الجيب دي تحفه، هتنقذك ان انت تصلي في اي مكان، حتى لو هتصلي في المسجد بتاع الكليه افرشها، عشان انت مش ضامن مين اللي كان بيصلي قبلك، المكان مش نظيف ولا لا او الكلام ده. فالافضل تبقى معاك المصليه بتاعتك اللي هي خفيفه جدا، بالفعل اسمها مصليه جيب اصلا، فهي خفيفه جدا ومساحتها تكفي فرد، حلوه قوي. اللي هي نضاره الشمس مش حاجه رفاهيه خالص، ولا حاجه ان انت عايش في الدور ولا اي حاجه، لان سمعت التعليقات دي قبل كده. نضاره الشمس بتحمي لك عينيك من الشمس، وفي نفس الوقت ما تنساش الصن بلوك او الكاب لو انت نازل في الشمس، عشان بجد بشرتنا بتتحرق وبيتغير لونها وبيطلع حبوب وبتطلع حاجات كتيره هتقعد تعالج فيها بعدين. فسواء بنت او ولد دي مش رفاهيه ان انت تعتني بنفسك. الكاب اختيار كويس جدا لو انت بتمشي مسافات طويله في الشمس. عموما هحاول اعمل لكم فيديو عن النظافه الشخصيه وازاي تهتم بنفسك عموما، ان انت تبقى شكلك نظيف وسط زمايلك وريحتك كويسه، وفي نفس الوقت تهتم بمظهرك وتنسيقات الالوان والحاجات دي، وفي نفس الوقت ازاي تحمي نفسك اصلا من البهدله. هبقى اعمل لكم الفيديو ده. تابلت الثانويه العامه انت هتحتاجه جدا عشان البي دي اف اللي انت تفتحها، وكمان عشان ما تشيلش كتب الكليه. لو انت زيي في القصر العيني هتحتاج مثلا او بتجيب كتب الكليه وتذاكر منها، وانت بتذاكر مش شرط ان انت تاخد معاك في الكليه كل يوم نفس الكتب، ممكن ان انت تشتري الكتاب عادي من الكليه او اي مصدر انت هتجيبه، وفي نفس الوقت تخلي عندك المحاضره بي دي اف عشان لو قاعد تراجع قبل او بعد المحاضره يبقى الموضوع سهل عليك. ولو انت معكش تابلت الثانويه، انت كنت ثانويه مثلا نظام تاني غير الثانويه العامه يعني، ممكن ان انت عادي تشتري اي تابلت هيقضي معاك الغرض، ولو معاك لابتوب اكتفي باللابتوب مفيش مشكله، خاصه لو اللابتوب خفيف وهتعرف تاخده معاك الكليه. انا اللابتوب بتاعي تقيل فبصراحه بستسهل تابلت الثانويه ان انا اخده معايا. ثانيه هتحتاجها، ممكن تحتاج نوت بوك زي دي هوريها لكم، لو انت مش هتاخد الكشكول ال 100 ورقه، او لو انت حتى بتخلي الكشكول ده للمحاضرات بس، لكن بتخلي دي معاك مثلا لو هتكتب فيها اي حاجه تفتكرها. هي عادي نوت بوك مسطره عادي جدا زي دي، عادي بتخليها معاك تكتب فيها اي ملاحظه، تكتب فيها حاجه عايز لما تروح تعملها تفتكرها، تكتب بيها التو دو ليست بتاعتك، بس يعني التخطيط الشهري بتاعك، او ان انت عندك محاضرات كذا عايزه تتذاكر. بس بصراحه ما بحبش ان انا اكتب التو دو ليست هنا، بحب هنا اخليها للملاحظات او لحتى تحضير الفيديوهات اللي انا عايزه اعملها لكم او كده، اي تارجت بالنسبه لي عايزه اعمله بكتبه هنا. وبخلي معايا نوت بوك صغيره زي دي، هي دي اللي بعمل فيها التو دو ليست بتاعتي، اللي هي عباره عن تقريبا 40 ورقه، واحيانا باخدها معايا السكشنز برده لو هكتب اي حاجه فيها.
جيب البلطو اصلا وانا في السكشن ما بتاخدش مكان يعني، عادي ممكن تخليها هي والقلم في ايدك، الموضوع يعني اسهل بكتير من انت تشيل الكشكول 100 ورقه كده. خلصت، فاضل حاجه واحده بس اللي هي المحفظه. بالنسبه للولاد هيجيبوا محفظه، بالنسبه للبنات ممكن تجيبي بوك صغير زي ده، اسمه بوك عادي يعني، في ناس بتقول كيس فلوس وفي ناس بتقول محفظه، بس ده يعني بوك او محفظه عادي جدا، بس اسمه التجاري الشائع في الاسواق بوك. ففي بقى بحط فيه الفلوس وبحط فيه كمان الاي دي والبطاقه بتاعتي، علشان لازم يبقوا معاك وانت بتتحرك، يبقى معاك الاي دي والبطاقه بتاعتك. الاي دي ده مش تدخل الكليه من غيره، والبطاقه دي عشان اي حاجه انت ما تضمنش، اي ظرف يحصل اي حاجه يبقى معاك البطاقه بتاعتك. اوكي كده احنا خلصنا تقريبا. لو عايزين اي فيديو عن اي حاجه في الكليه او حتى ادوات الكليه اللي هي بتاعه طب تحديدا، الكليات الطبيه تحديدا، قولوا لي وهعمل لكم فيديو. انا نزلت اشتريت برده مجموعه حاجات من عند القصر العيني هتفيدني جدا السنه دي، او انا خلصت من عندي يعني ومحتاجاها السنه دي في كليه الطب. اكتب لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انت شايف انها فعلا اساسيه بالنسبه لك، وايه الحاجات اللي انت شايفها ملهاش لازمه ومش هتجيبها. نسيت اقول لكم كمان على الستيكي نوت، هي بيبقى فيها 4 الوان، كل ورقه كل لون 25 ورقه. مهمه جدا برضو ان انت بتلزقها قدامك على الحيطه، يعني انا لما بنسى معلومه بكتبها هنا والزقها قدامي على الحيطه او على المكتب، وفي نفس الوقت ممكن ان انت تضيف فيها المعلومات وتلزقها في الكتاب، بحيث ان انت ما تبوظش شكل الكتاب، او لو الكتاب ما فيهوش مكان انت تزود المعلومات اصلا.